يا صباح الخيرات والهنا عليكم يا رب. يا رب تكونوا بخير وانتوا تتفرجوا عليا النهارده. انتوا متخيلين ان احنا هنعمل نوتيلا من غير مكسرات وكمان من غير سكر؟ متاكده انها تعجبكم. طعمها حلو جدا وغنيه بالبروتين. بس لو اول مره تشوفوني انا زينب، وما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نشوف هنعمل النوتيلا او الشوكولاته القابله للدهن ازاي. وهي دي كل المكونات اللي هحتاجها. عندي كوبايه ونص حمص شام مسلوق، او ممكن نستخدم علبه جاهزه، بس طبعا هنصفي الميه بتاعتها ونشطفه كويس. وعندي كمان هنا 6 تمرات، انا نقعيهم الاول في ميه سخنه لمده ربع ساعه. وعندي كمان معلقتين كاكاو خام. وعندي هنا ربع معلقه صغيره من الملح. وعندي هنا معلقه صغيره من الفانيليا السايله، او ممكن نستخدم البودر عادي. وعندي كمان 20 جرام من الشوكولاته الدارك، دوبتها على حمام بخار او ممكن ندوبها في الميكروويف، وهحطهم على باقي المكونات. وعندي هنا نص كوبايه من الميه الفاتره عادي. هنا هستخدم الميه اللي نقعت فيها التمر. انا ضفت في الاول هنا ربع كوبايه من الميه. طبعا نقع التمر ده خطوه اختياريه على حسب التمر بتاعكم طري او ناشف. انا بتاعي كان ناشف شويه فعشان كده نقعته حبه. وهخلط بقى المكونات مع بعض في الخلاط او في الفود بروسيسور لحد لما يمتزجوا مع بعض تماما. انا هنا لقيت الخليط ناشف فضفت ربع كوبايه الميه الباقيه وهكمل خلط. وبكده بقى النوتيلا جاهزه معايا. بصوا قوامها حلو ازاي. طبعا لو حابين تخففوه شويه ممكن تزودوا ربع كوبايه ميه، بس ده قوامه حلو جدا كده. بنص كوبايه الميه بقى مظبوط. قوامها كريمي جدا. حابه كمان اقول اللي هي سكرها معتدل، فلو حابين تبقى مسكره شويه تزودوا معلقه او معلقتين عسل نحل على حسب ما هتحبوها مسكره قد ايه. وبتتفرد على التوست بكل سهوله، وطعم الحمص كمان مش باين فيها خالص. ممكن نستخدمها كتوبنج للكيكات او المافن، او كمان ممكن نحطها على البانكيك. وهحطها في برطمان وهتقعد معايا في التلاجة لمدة اسبوعين. نطلعها نفطر بيها في اي وقت لو حابين ناكل حاجة مسكرة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وهستنى رأيكم في التعليقات. وبألف هنا وشفا لكل اللي هيجربها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها اول باول. باي باي.